لو عندك كافيه أو مطعم أو مكتب أو أيا كان نشاط تجاري ومش موجود على خريطة جوجل وانت عايز تضيفه علشان تسهل وصول الناس ليه، ممكن تعمل ده بطريقة بسيطة جدا في الخطوتين اللي هقولهم لك دول. هتفتح خريطة جوجل عادي وهتجيب المكان بتاعك بالظبط هتحدده. هندور على المكان بتاعنا اللي احنا عايزين نسجل الاسم بتاعنا عليه، وليكن المكان ده مثلا. هنضغط عليه ضغطة مطولة لحد ما يظهر لنا الدبوس الأحمر ده. بعدين هنسحب الشريط كده، هنلاقي الأيقونة دي بتاعت إضافة مكان غير مدرج على الخريطة. هنضغط عليها. هنا بيقول لي إضافة اسم المكان، طبعا بكتب اسم المكان مظبوط. وبعد كده بختار الفئة اللي أنا عايز أضيفها. المكان ده تقريبا تبع إيه، سواء أطعمة ومشروبات أو تسوق أو الخدمات أو فنادق أو أماكن للعبادة سواء مسجد أو كنيسة. احنا طبعا هنا كافيه فاخترنا أطعمة ومشروبات وبعدين اخترنا كافيه. هنا بيقول لي العنوان. طبعا احنا الدبوس الأحمر اللي عملناه ده لازم نعمله على العنوان بالظبط لأن هو بيتسجل. بعد كده هو بيقول لي يقع داخل، فأنا ممكن أكتب اسم المنطقة اللي هو فيها تقريبا أو قريب من إيه. فاحنا هنا كتبنا إن هو في الكورنيش الكافيه ده. وطبعا العنوان بتاعنا زي ما هو اللي هو الدبوس الأحمر اللي احنا حددناه فوق المكان بالظبط. هنا بقى هننزل لو عايزين نحط ساعات العمل أو معلومات الاتصال مثلا زي رقم التليفون أو الويب سايت أو مثلا تاريخ الافتتاح. أو لو حابين نضيف صور للمكان برضو ممكن من إضافة صور هنا نضيف الصور اللي احنا عايزينها. بعد ما نملى كل البيانات دي هندوس على إرسال. وبكده احنا قدمنا طلب لجوجل ان هو يضيف المكان بتاعنا. والطلب ده بياخد يومين او 3 لحد ما يتضاف. وبعد كده المكان بيكون ظاهر لكل الناس، اي حد ممكن يفتح خرائط جوجل يقدر يشوف المكان بتاعك ويقدر يوصله. وطبعا زي ما قلنا ممكن ان انت تحط رقم تليفون او كده علشان تسهل للناس لو حد عايز خدمة او عايز يعرف تفاصيل زيادة عن المكان. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد.